السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدم اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة اعتذاره على مغادرة معسكر المنتخب المغربي سنة 2019 في عهد هيرفي رونالد، ويؤكد أن تلك الخطوة كانت نقطة سوداء في مسيرته. وأكد حمد الله أثناء مروره في برنامج أكشن مع وليد أنه جاهز للدفاع عن قميص المنتخب الوطني إن تمت دعوته، وإن لم يتم فإنه سيكون مشجعا لأسود الأطلس في المونديال. في حين كشف مصدر مسؤول أن اعتذار حمد الله كان من ضمن الشروط التي يتعين عليه الالتزام بها للعودة إلى النخبة المغربية خلال مشاركتها بنهائيات كأس العالم في قطر 2022. وقال عبد الرزاق حمد الله أنه أخطأ بمغادرة المعسكر قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم بمصر، نافيا أن تكون علاقته بلاعب النخبة المغربية غير جيدة. ويستعد الناخب الوطني وليد الركراكي للإعلان عن لائحة المنتخب الوطني التي ستشارك بنهائيات كأس العالم في قطر 2022، والتي ستتشكل من 26 لاعبا. ولهذا فمن المرجح جدا أن يتم استدعاء حمد الله عبد الرزاق لنهائيات كأس العالم من طرف الناخب المغربي عبد الرزاق أو وليد الركراكي، وذلك لاعتذاره الأخير.